هل يستحق قصر الكبابجي المبلغ اللي احنا دفعناه ده كله، ولا مجرد شو ترند وموضة هتاخد وقتها وتخلص؟ عايزين تعرفوا السر وتعرفوا فعلا هل يستاهل المبلغ اللي اتدفع فيه ولا لأ؟ تابعوا معايا لاخر الفيديو مش طويل، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين في حته معرض وهمي بتاع عربيات، معرفش بقى هو تبعهم ولا لا، في عربيات تحفه يعني زي ما بيقولوا كده مفيش بعد كده. طلعنا طبعا المطعم، لقينا زي ما انتم شايفين كده يعني في زي ويتنج، بس الحمد لله ان اليوم ده ما كانش زحمه قوي يعني، فقدرنا ان احنا ندخل على طول. طبعا اول ما دخلنا زي ما انتم شايفين كده بقى لقينا كنافه بالجبنه وكنافه على الفحم والكلام ده كله، ريحتها تحفه طبعا، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. طبعا ده اللي هو الدور الاول زي ما انتم شايفين كده، بيبقى برضو ازاز، بيبقى على الشارع، بنشوف منه الفيو اللي احنا كنا طالعين منه في الاول. تمام. بعد كده طبعا بيجي زي صالات بقى كلوزد اريا اكتر، في يعني في درجه اعلى سنه بسيطه، بس يعتبر في نفس الدور، وبقيتها طبعا ممتده لجوه زي ما انتم شايفين بقى بالشكل ده. وحجم طبعا الصالات كبيره جدا، والديكوريشن كبير جدا جدا، وطبعا اللي هو الديكوريشن بتاع الاسد الشهير او اللوجو بتاعه. طبعا احنا اول بقى ما قعدنا كده على ترابيزه بقى في الدور التاني زي ما انتم شايفين كده بقى، لقينا بقى الملوخيه وريحتها تحفه وفايحه، فقلنا بقى نجرب وكده، خصوصا لقينا عاملين شو بالطبله بقى والكلام ده كله الخاصه بيهم، فقلنا يلا بقى بينا نجرب بقى ونجيب الملوخيه بقى ونعمل شو طبله والكلام ده كله. على حظنا بقى طبعا كالعاده، يعني مش قادره اقول لكم ان كل الناس يعني اتطبل لها على الملوخيه الا احنا، فيلا بقى مش مشكله. المهم ان احنا سمعنا بقى الطبله على الملوخيه دي بقى بباقي المطعم يعني. وطبعا بقى زي ما انتم شايفين كده جبنا طبق كده بقى مشاوي مشكله، كباب على كفته على ريش على شيش، وطبق لوحده تشيكن جريل كده، وممبار، وجبنا ورق عنب، وجبنا رز بالكبد، وطبعا السلطات والكلام ده كله، والعيش والملوخيه والرز البسمتي. بصوا يا جماعه انا مش قادره اقول لكم يعني ده اديله 10 من 10 بجد في الاكل والجوده والطعم والريحه، من اجمل المشاوي اللي كلتها في مصر بجد، مش هزار. مشكله المطعم الوحيده بس ان هو طبعا بيبقى زحمه جدا في الويك اندز والكلام ده كله، وساعات كتير جدا بيبقى زحمه في باقي الاسبوع برضو، ملوش مقياس. والمشكله التانية ان هو في الاول كان سعره عادل نسبيا، انما دلوقتي بقى غالي جدا يعني عن باقي المطاعم شويه، بس بصراحه يستحق. لو احنا هنجربه مثلا مرة في يعني مثلا كل شهرين او حاجة، فدي حاجة جميلة جدا وهتنبسطوا جدا وتبقى خروجة جميلة جدا واكلة بجد تستاهل كل مبلغ يدفع فيها. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما كنش طولت عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك عشان تدعموني، لان ده بيفرق معايا كتير جدا. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي باي.